بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن وشوش الحب بين الحب الحقيقي وإقناع المصلحة. من أصعب الحاجات اللي ممكن يقابلها الإنسان في حياته إن يدي قلبه لحد فاكر إنه بيحبه، وبعد فترة بيكتشف إن اللي قدامه ما كانش حب، لكنه كان مجرد قناعة اتلبس علشان يوصل لهدف أو يحقق مصلحة أو يلاقي سند مؤقت، ولما الهدف خلص القناع وقع وانتهت الحكاية. في ناس بتعرف تمثل دور المحب ده كويس وبإتقان، كلامهم حلو واهتمامهم كبير ووعودهم كتير، لكن مع الوقت تكتشف إن كل ده كان مرتبط بوجودك في وقت معين أو بقدرتك على تقديم حاجة هم محتاجينها. أول ما احتياجهم يخلص يتغيروا، وكأن اللي كان بينهم ده عمره ما كان حب حقيقي، عمره ما كان وسيلة لبر الأمان ولا علاقة مبنية على الاحتياج فقط. الحب الحقيقي اختيار وقناعة وارتباط نابع من احترام وتقدير قبل أي مشاعر. لما الإنسان يحب بجد بيكون موجود لأنه عايز الشخص نفسه، مش عايز اللي هيقدمه له. وفي ناس بتفتكر إن الحب هو إن حد يفضل معاه لحد ما حياته تستقر وبعدها يبدأ يدور على طريق تاني. دي مش قصة حب، دي علاقة مبنية على المصلحة، لأن الحب الصادق مش بيتغير لما الظروف تتحسن أو تتبدل، لكنه ثابت، بيفضل ثابت ويكبر مع الأيام. أصعب أنواع الخداع هو خداع المشاعر، لأن الفلوس ممكن تتعوض والخسارة برضه ممكن تتصلح وتتغير بسبب الثقة اللي راحت مع الشخص الغلط. بياخد وقت طويل عشان يتعافى. علشان كده لازم الإنسان يتعلم يقرأ المواقف دي كويس، مش يسمع الكلام وبس، لأن الكلام سهل والأفعال هي اللغة الوحيدة اللي ما بتكذبش. اللي بيحب بجد عمره ما يخليك تشك في لحظة في مكانتك عنده، هيكون واضح وصادق ومش هيستخدم مشاعرك علشان يحقق هدف. يشوف نجاحك نجاح ليه وفرحك فرح ليه، ويكون أول واحد يقف جنبك وقت ضعفك، مش أول واحد يختفي. لا، أما اللي لابس قناع الحب فدايما هتلاقي اهتمامه مرتبط بظروف معينة، يقرب وقت احتياجه ويبعد وقت استغنائه، يطلب الوفاء وهو مش مستعد يقدمه، ويطلب الإخلاص وهو أول واحد يفرط فيه. يعيش الدور لكن ما يعرفش يعيش معنى الحب والحقيقة. إن الزمن هو أكبر كاشف للوجوه، ومهما طال التمثيل بيجي يوم ويظهر، بتظهر الحقيقة والمواقف بتتكلم والتصرفات بتكتشف، والأقنعة مهما كانت مقتنعة عمرها ما بتفضل للأبد. وفي النهاية لازم تحافظ على قلبك وما يديش ثقة لأي حد من أول كلمة. خليك دايما باصص للمواقف قبل الوعود والأفعال قبل المواقف. إن الحب الحقيقي نعمة بتبني مش بتهدم، يطمن ما يخوفش، يداوي ما يوجعش. أما الحب اللي مبني على المصلحة فهو مجرد محطة مؤقتة بتنتهي أول ما تنتهي المنفعة. الحب الصادق بيختارك لأنك أنت نظيف ووفي، أما حب المصلحة فبيختارك لما تكون وسيلة ويرحل أول ما يلاقي طريق تاني. كل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.